طالب تربية، أخبارك يا مستر؟ الحمد لله كويس. ما أنت لازم تبقى كويس يا أخوي، على قلبك فلوس قد كده. والله انا ما لاقي اكل منهم اللي بتوع اداب. بتعاني من إيه كطالب تربية؟ ان الناس فاكراني عايم في بحر فلوس من الدروس، مفيش الكلام ده، انا على الله حكايتي. إيه اللي بيضايقك من المجتمع كطالب تربية؟ بيتقال لي كليتك سهله، اكتب اي حاجه شقلب وقلب وهتنجح. باخد في الترم الواحد بال 17 ماده وساكت ما بتكلمش، في حين ان طب هندسه صيدله وعلوم ياخدوا بالاربع خمس مواد وبيصيحوا شغل دلع والله. مين أعدائك من الكليات التانية كطالب تربية؟ كل الكليات اعدائنا، بالذات بتوع اداب. ليه بقى؟ بتلاقي الواحد فيهم جايب 50% بالعافيه، وبعد ما يتخرج يقول لك كعبير عالي على بتوع تربيه، اصل احنا تخصص. تخيلي حضرتك نقعد سنين نتمرمط تربيه عملي وتربوي، ويجي يقول لك تخصص على اساس ان احنا بتوع بليله يعني ولا ايه؟ إيه هي أمنية حياتك كطالب تربية؟ اني اشتغل في مدرسه انترناشونال في فصل فيه تكييف، مش لازم الطلبه، اهم حاجه التكييف. في نهاية البودكاست ده تحب تقول إيه للمجتمع؟ ان التدريس بقى شغله اللي ملوش شغلانه، بتاع تجاره بيدي رياضه، وبتاع علوم بيدي كيمياء، وبتاع هندسه بيدي فيزياء، وبتاع اداب عايش الدور بيدي كله، وانا مرمي في الشارع مش لاقي اكل. فهدوا شويه بقى وخلونا ناكل عيش.